عودة لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا الفاصل. اليوم مقابلتنا فقرة الضيوف لهذا اليوم راح تكون عن إنجازات كويتية. الإنجازات الكويتية على كل الأصعدة، لكن اليوم على الصعيد الرياضي، رياضة المبارزة. عندنا اليوم بطل المبارزة، لاعب نادي العربي للمبارزة وبطل بطولة العربي الدولية للمبارزة، عبد العزيز خالد عبد النبي، مع المدير الإداري الفني لعبة المبارزة والد اللاعب عبد العزيز خالد عبد النبي. يسعد لي صباحكم ومنورينا اليوم، وحابين اليوم نتكلم بإسهاب شديد عن البطولات اللي خذاها بطلنا اليوم وغيرها من مواضيع أخرى تخص هذه اللعبة، وغيرها من ألعاب ممكن أن احنا نتكلم عنها. ولا ايش رايك؟ كلامك صح، حياكم الله. نورتونا ابو عبد العزيز اكيد، استاذ خالد، واكيد عبد العزيز نورتنا. عبد العزيز ما ادري انت قاعد تضحك لانك خايف ولا مبسوط؟ عشان شي بالكنترول يقولوا لي لا تبوسمين، بالكنترول قاعد يقولوا لي لا تبوسمين، هم مو عارفين انا ليش قاعد بوسم. شوفوا عبد العزيز ايش قاعد يسوي. حياك الله عبد العزيز، حياك الله ابو عبد العزيز. نبي نعرف ليش اخترتوا لعبة المبارزة بالذات، وشنو اللي يميزها عن غيرها؟ في الأول الله يحييكم ومشكورين من مبدئيا من البداية. أنت اللي مشكور أكيد لأنك جيت لنا الحلقة. الله يعطيكم العافية. تحبون نتكلم ليش اخترنا البارزة؟ نعم. كثير من الناس ما يعرفون في الكويت عندنا، يعني عندنا قصور في المجال الرياضي، يعرفون كرة قدم، بعدها الألعاب الجماعية، سلة، طايرة، يد. صحيح. وبحكم أن أنا أعمل في النادي العربي أو اليوم في النادي العربي مدير النشاط الرياضي، فالألعاب كلها تحت المظلة أشوف واضح بين الألعاب. لكن للغرابة يعني ودعوة للكل، الألعاب الفردية بكثير تخدم اللاعب عن اللاعب الجماعي. بمعنى اللاعب الفردي صاحب الميدالية الذهبية هو فريق 11 لاعب كرة قدم، هو واحد يجيب ميدالية فردية. نعم. اللاعب الفردي ممكن في الأولمبيات يجيب لك ميدالية فردية، والكويت خذت ميدالية أولمبية ذهبية. فاللاعب الفردي مميز جدا وعنده مسؤولية أكبر بمراحل، ما في أحد يساعده بروحك. هذا واحد. بالنسبة للمبارزة على وجه الخصوص، البارزة لعبة تعتمد على أشياء وايد مميزة، منها التركيز العالي جدا 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 جدا، منها رد الفعل الغير طبيعي والطبيعي تعتمد عليها. نعم. والغريب جميع لاعبين المبارزة اللي دشوا كليات عسكرية أو كليات رياضية دائما متفوقين رياضيا في المستوى، اللياقة البدنية عالية عندهم. نعم. جدا. فاللعبة محتاجة لياقة كبيرة زائد تركيز كبير ومرونة بطريقة غير طبيعية. شفت أن هذا الموضوع متوفر بولدك عبد العزيز، علشان كذي أنت سحبته لهاللعبة خليته يمارسها. هل شفت أنه هو عنده اللياقة البدنية العالية اللي تأهله أنه يكون بطل بالمبارزة؟ لا أنا بكون صريح مع سكوب، لأن أنا مثل ما أعرف أن المبارزة بحاجة ترى إلى لياقة بدنية، يعني الخطوة محسوبة عليه. صح. نعم. بكون صريح مع سكوب، هو عزيز مشروع كان مجازفة بحتة. مجازفة بمعنى كلمة مجازفة. أنا سافرت معسكر مع الفريق، أخذت معي عزيز و4 وياه أطفال يلعبون بألعاب، وكنا نشارك معسكر كانوا هم مزعجين، يعني دائما قاعد بزاوية يلعب ولا مكان يلعب ولا داش عليك الملعب وإلى آخره. اليوم المجازفة هذه أدت شنو؟ أدت اليوم أن احنا عندنا 4 مميزين في نادي العربي، وهم إن شاء الله مشروع قادم، و4 في المنتخب. نعم. حلو. جميل جدا. عبد العزيز أنت ينال لك الحين، خفت شوي الربكة مالت الكاميرا ولا لا؟ عادي الحين. عادي. زين. الحمد لله. انزين. والدك قال انه هو خذاك كمجازفة، لكن بعد هالمجازفة اول شيء كم عمرك؟ 15 سنة. العمر كله اكيد. لكن هل حسيت نفسك ان انت قدرت تحقق الشيء اللي والدك كان يبي منك؟ الحمد لله قدرت احققه، وان شاء الله الجايات احسن ان شاء الله. انت كنت حاب هذه اللعبة؟ اي من اول ما بديت. من اول ما بديت ولا قبل لانك كنت تشوف والدك كان مبارز عظيم؟ لا قبل كنت ابي العب كرة، اول ما بديت العب حبيتها. هذا اسرار، اغلبهم كانوا يحبون يبلشون بكرة، لكن بمجرد ما انهم يشوفون الالعاب الثانيه او يتعرفون. احنا للاسف ما عندنا ذيك الثقافه الرياضيه بالمجتمع اللي تاهل للاسف. يكون الكل مقموت، يعني يقمتون مو عارفين ما عندهم الثقافه الكافيه او الدرايه الكافيه ان في العاب ثانيه غير كره القدم. الشخص اللي شنو يحب شنو ما يحب. نعم. شنو ممكن عنده موهبه. ابو عبد العزيز نبي نعرف روحتك حق القاهره،
نبي تكلمنا عن هالبطولة، تكلمنا عن الأشياء اللي صارت بالقاهرة، لأن سمعنا عصفورة سكوب قالت لنا، سمعنا أن صارت أشياء وايد حلوة، وكان يوم جدا وياك كان حلو، فنبيك تكلمنا على بطولة القاهرة. هو مشروع القاهرة أساسا يعني مشروع غريب يعتبر، وعلى الرياضة ككل، ما نتكلم عن الرياضة الكويتية كأسلوب رياضي. حلو. احنا بطولة العربي الدولية المبارزة نقيمها في الكويت. أول نسخة قيمت السنة اللي فاتت، وحققنا فيها كثير من الميداليات، وشاركوا معنا 10 دول السنة اللي فاتت. جت الفكرة مثل ما نتناقش معكم شيء، ليش ما نعمل هذه البطولة اليوم في دولة أخرى؟ وبالتحديد مصر، لأسباب كثيرة. قربها البحر الأبيض المتوسط، نبي سبب من هالأسباب. أول شيء قربها من البحر الأبيض المتوسط، سهولة الأوروبيين يجونا هناك. حلو. هذا واحد. اثنين، عدد اللاعبين عندهم أكبر من عندنا، أكبر من العدد اللاعبين الموجودين في الكويت. ثلاثة، أنا عملت للاعبيني شيء ثاني، أن أنا قاعد أسافر بطولة أشارك دولي اليوم، إحساسهم أن أنا راكب طيارة شايل جنطتي رايح ألعب بطولة، إحساس وايد. والأخوة المصريين متعاونين معنا جدا، وأساسا هم من أسس المبارزة في الكويت. بال75 افتتح اتحادنا أو صار اتحادنا، وكانوا 2 مصريين. نقلنا هناك وكنت متخوف، مثل ما عارفين الإمكانيات شوي ممكن تكون أقل، ممكن كذا ممكن كذا. فوجئت أن قالوا لي شنو رأيك تلعبون بالكلية الحربية؟ قلت يعني احنا خلصنا من الكويت نروح الكلية الحربية بمصر. قابلنا مدير الكلية اللي هو عصمت، فعلا سهل الأمور بطريقة غير عادية لنا. حلو. بطريقة مو متوقعة يعني، كانت حتى الطلبة حضرهم في النهائيات، وعنده 106 طالب كويتي ما شاء الله، يبلغونكم السلام، يبلغون أهل الكويت السلام من هناك، قابلناهم بالكلية. والاتحاد المصري للسلاح كان مميز بتعاونه، واول بطوله على المستوى هذا تنقل لايف من ناحيه السكور شيت، من ناحيه البولات كانت منقوله لايف، الكل يتابعها عن طريق موبايله او ايا كان. عدد الملاعب افتحوا لنا تقريبا 15 ملعب. جميل جدا. الحكام افتحوا لنا حكام فقط دوليين، كنا نتعامل في الدوليين 15 غير البقيه المساعدين. عدد اللاعبين. شنو كان دوركم هذا؟ ما ابي اخفيك سر من الالف للياء، انا سافرت 5 مرات قبل البطوله. نعم. ارتب وانظم هناك. الحمد لله طلعت يعني كانت الشغله هذه كلها بتنظيم منكم انتم؟ احنا اللي كنا نقوم. نعم. ما ننكر الكويتيين شطار في التنظيم، الكويتيين شطار في امور كثيره. الكويتيين شطار بكل شيء، لكن بحاجه الى دعم وبحاجه الى ثقه بكل تاكيد. عبد العزيز، انت عمرك مثل ما ذكرت لي 15 سنه. 15 سنه معناته ان انت لا تزال بالمقاعد الدراسيه قاعد تدرس للحين. ايش كثر انت يعني او ايش كثر تنسيق الوقت مهم للاعب علشان يقدر انه هو ينجز بالدراسه وينجز باللعب؟ نسق وقتي مثلا قبل ما ابدي النادي ادرس، لان انت مثل ما سمعت ان انت بحاجه الى تدريبات مكثفه بشكل مستمر جدا، يعني وبشكل مكثف جدا. عفوا، قبل النادي ابدي دراسه، اخلص نص شغلي، وبعد النادي اكملها. وقت الامتحانات ما النادي كلش. نعم. حلو. انزين، نبي نروح حق ابو عبد العزيز. ابو عبد العزيز، نبي نعرف شلون تجهز عبد العزيز حق البطوله؟ قبل لا اجهزه، اليوم في خبر جديد بلغني وانا جايكم بالدرب، ماخذه من المدرسه. احنا نبي الاخبار الحلوه الجديده. خلي اقول لكم ايش قايلين للمدرسه او ايش معطينا. يلا قول. معطيني ورقه حق الجامعه عشان اخذها وقت النادي، اليوم بس اخذها وقت النادي، ويعطوني شهاده حق الجامعه. جميل جدا. جميل جدا. هذا معناته ان في دعم جدا كبير من ممتاز. الحمد لله، الحمد لله لقينا دعم، الحمد لله يا رب. هو في مدرسته اليوم مقدمين له ورقه يحضر، متحملين التكاليف الماليه عن هذا الموضوع، وياخذ سيرتيفيكيت او شهاده معينه تاهله للجامعه، هو بعد عنده بعد سنه جايه دراسه عقبها. يعني هل هذا شيء يعني خلينا نقول فريد من نوعه عندنا هنا بالكويت؟ لان انا اول مره اسمع. انا اول مره اسمعها، تفاجات وانا جايكم يقول لي الورقه شوف ايش مكتوب فيها كذا كذا، غريبه. تقدر بس تقول لنا اي مدرسه اذا؟ دسمان النموذجيه. دسمان النموذجيه، احلى تحيه حق مدرسه دسمان فعلا. يعني يا ريت المدارس الباجي تصير كذي، يعني دعم الولد وايد حلو. طبعا عندنا وايد شباب عندهم هوايات، لكن للاسف يقمتونهم، يعني يخلونهم يكرهون اللعبه. ما في دعم. هذا شيء الشخص يكره اللعبه. والله خلينا نتكلم عيل بصراحه، احنا عندنا مشكله ولي الامر. ولي الامر يفقد الثقافه الرياضيه البحته. ولي الامر يفكر ان الرياضه فقط كره شوتها، او شيء راح يبعده عن الدراسه، او مع ان اللي اعرفه انا ان الواحد كثر ما يمارس رياضه
مداركه تتسع، بالضبط. يكون عنده بعد نظر صح. اكثر، صح. لان الرياضي يتعلم شلون العسكري يعلمونه على امور معينه، اعتقد نفس الشيء اللاعب يتعلم على نفس هذه الامور. والدليل ان بفريقنا احنا كمبارزه يعني في نسبه كبيره لما ندخل ولي امر يدخل اعرفهم عليه الدكتور فلان، المهندس فلان، نعم. ما ادري ايش فلان كذا فلان، طالعني يستغرب يقول لي شلون يتمرنون؟ وعندنا حتى عيالنا يعني الطلبه لا اله الا الله يعرفون هذا شيء اساسي عندنا. شهادتك تجيني اشوفها، اوكي. ودرجاتك طبعا لازم اشوفها. الحلو ان النسبه ما بقول الكل، نسبه اكثر من 85% متفوقين. الحمد لله. لان انا اقول لك شغله، لان ابو عبد العزيز الواحد لما يمارس شيء يحبه يصير يبدع بدراسته. ليش؟ لانه في تشجيع، في حافز يخليه يدرس. لكن الانسان اللي 24 ساعه محبط وما يخلونه يمارس شيء راح يكره حتى يبطل الكتاب، يمسك يلون يشخبط. لكن اللي عنده موهبه وقاعد يمارسها اكيد راح يكون اكيد نفس عبد العزيز. الله يوفقك يا رب يا عبد العزيز. ما قلت لنا شلون تجهز عبد العزيز؟ التجهيز الرياضي، التجهيز الرياضي اذا اللاعب ما يساعدك ما تقدر تساعده. صحيح. لازم هو في الاول من داخله مؤهل، يبي يتعب، يبي يساعده. يعني عندنا دائما مشكلتين نواجهها في التجهيز الرياضي. اولا اختيار المدربين، عنصر اساسي، لان احنا عندنا طاقم مدربين اعتقد انه هو في العربي متميز جدا ومختارينهم بعنايه شديده. هذا واحد. اثنين، مشكلتنا مع وزاره التربيه اللي هي لو لاحظنا من شهر 9 اللي فات لليوم كم مرحله امتحانات. صحيح وايد. تقول صباح الخير امتحانات، مساء الخير امتحانات، زين وبعدين شلون نشتغل؟ ما ندري. فبالتالي امتحانات قصيره، امتحانات مو انا اعتقد امتحانات قصيره، حتى امتحانات بالطبخ ما يعني لا اوفر وايد. صح أوفر. فعلا حتى المنهج تغير بالبيت. الامهات تعبت، الكل تعب اوفر. وسالفه الحشو اللي قاعدين يحشونه بعقول الطلبه، اعتقد ان الجانب الرياضي لا يعني ما يقل اهميه عن الجانب العقلي. اعتقد كلاهم مكمل للاخر. قاعد اشوف الكؤوس اللي موجودين هنا، يا ريت لو تكلمني عنهم، بس ابي عبد العزيز هو اللي يكلمني. قاعد اشوف في كؤوس 2 وهذا ذهبي شي كاسر عيني بلمعته، كلمني عنه اول شيء. اللي على اليسار من بطولة مصر الدولية اللي قبل نعم. كم يوم رجعنا منها. شنو كان يعني انت هل حققت من خلال هذه البطولة خذيت ميداليات؟ شنو اللي حققته هنا؟ خذيت الميدالية الذهبية والكاس. الميدالية الذهبية والكاس، جميل جدا. أنا صراحة وايد عجبني وشدني، حرام يكون على الأرض الصراحة. ودي أعرضه على الكاميرا وخلي مشاهدينا يشوفونه. بطولة العرب الدولية للمبارزة، المركز الأول سلاح فلوريا هي القاهرة. فلوريا اللي هي المبارزة اسمه حلو. بأي دولة هذه؟ بالقاهرة يسمونها وايد حلو. القاهرة تاريخ 11/4/2015. هذا توه. خلنا نضيف الكاس بيدك، شايفة في صورة على الكاس؟ بطولة العربي للمبارزة. في صورة شي صغيرة نفس هذه. اي هذه شنو؟ عبارة عن شنو؟ هذا الماسك. اي هذا الماسك اللي يلبسه اللاعب. لاحظي الميدالية اللي تحت اللي على الكاس الثاني. الميدالية ضاري بس إذا ممكن تجيبها نشوفها. لأن المايك. نعم هذا الكاس الثاني. صدق الكاس اللي عندك أحلى من اللي عندي. انت خذيتي واحد وانا خذيت واحد. يلا مع السلامة أخوي أبو عبد العزيز، احنا ماشيين. تامرنا على شيء؟ نعم هذه الميدالية بعد عليها نفس اللوجو اللي موجود، وملابسنا وبطولتنا كلها نفس اللوجو مصنع مخصوصا للبطولة. وايد حلو. الميداليات هذه تصنع للبطولة بعدها تتسكر خلاص. هم 16 ميدالية ومعاها 6 ميداليات احتياط. فمن ضمن الميداليات ال6 في واحدة مقدمة لكم اليوم، أنا جايبها مخصوص لكم لأن هذه الميداليات تعتبر نادرة. كلمنا عنهم للبطولة فقط. كلمنا عنهم. هذه الفكرة العام صارت على البطولة، شنو نستخدم من لوجو. لفينا بالكويت شلون نصنع ميدالية خاصة في البطولة بشكل البطولة، فخلينا مثل ما انتم عارفين وبناتنا عارفين أكثر، دائما يكون الستايل واحد. يعني نبتدي من قلم البطولة محطوط عليه شعار البطولة. نعم. شهادة التقدير، الميدالية، حلو. الكاس، الملابس، تهتمون بأدق التفاصيل كلها دقيقة يعني جدا. هذه تيشيرت البطولة هم عليها نفس اللوجو. نعم. اللي شارك فيها فريقنا النادي العربي في التيشيرت، ميداليتها نفس الشيء. انت اهديتنا ميدالية صح؟ واحدة منهم لكم. هذه بس من البسها تحبون كيفكم هذه. اوكي خلنا البسها انا. احرش. عاد هي لايقه مع الذهبي اللي انت لابسته. اي حزامي نفس الكاس. بس انا قلت انت لابسه ذهبي وانا ما البس ذهبي. ذهب تبقى ذهب يا ضاري. بطولة كأس الاتحاد عمومي
فردي لسلاح الشيش فلوري الموسم الرياضي 2014-2015 هذا شنو؟ هذه قبل اسبوعين. نعم. البطوله بطوله الكويت للرجال. حلو. نعم جميل. وهو يكمل. كمل عبد العزيز يا دورك، لازم تجاوب الحين. بطولة الكويت للرجال كانت الدفاعات العمومية الدفاعات السنية كلها. نعم. تقريبا مواليد 2099 وتحت. حلو. لا يقصدون بطولة الكويت الرجال مفتوحة. اي مفتوحة بس 2000 وحققت الشيء اللي انت تبيه، المركز الاول. اقول لكم ها شباب الكويت محتاجين الى دعم وثقة علشان يبدعون وينجزون اكثر. خلونا نتعرف على ضيوفنا اكثر من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل حديثنا معاهم اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول أحب أتشرف بمعرفتكم وأقدم نفسي لكم. أنا خالد عبد النبي، المدير الفني والإداري لفريق المبارزة في النادي العربي. نتشرف بدعوتكم لبطولة النادي العربي الدولية للمبارزة بنسختها الثانية في القاهرة. Chiamo Sheva, sono maestro del club all'Arabi Fencing. Vorrei invitare tutti gli atleti italiani per partecipare a una gara di scherma che si svolgerà a terra egiziana. اسمي عبد العزيز خالد، لاعب نادي العربي. شاركت ببطولة العربي الدولية الموسم اللي طاف، إن شاء الله راح أشارك فيها الموسم بالقاهرة. إن شاء الله نشوفكم هناك. محمد میر محمدی هستم، مربی فلوره باشگاه العربی کویت. به امید دیدار شما در مسابقات قهرمانی باشگاه در مصر. اهلا وسهلا بيكم معنا. انا احمد الفقي، مدرب سلاح النادي العربي الرياضي من مصر. ان شاء الله هنشارك في بطوله العرب الدوليه 2015 بالقاهره. دول كتير هنشارك فيها، اتمنى اشوفكم بالبطوله. Մարզում եմ սրամարտներին Ալարաբի ակումբում Քուվեյթում։ Ունենք մրցումներ Կայրոյում, հուսով եմ բոլորի տեսնել Կայրոյում մոտ 2 շաբաթից։ Hello, my name is Abdulaziz Salawat and I will be participating in the 2015 Cairo Al-Arabi tournament. I hope you participate, because I will. And if you do, I hope that you enjoy. Thank you. Привет, я Ламанов Георгий из России. Работаю в клубе Аль-Араби тренером по фехтованию. В апреле 2015 года будут соревнования в Каире. Надеюсь там всех увидеть. النسخة الثانية من بطولة العربي الدولية للمبارزة بالأسلحة الثلاث إن شاء الله راح تقام في 11 أبريل في القاهرة. البطولة اللي ندعيكم لها اليوم بطولة إن شاء الله دولية مثل ما نجحت في نسختها الأولى. اليوم نتمنى مشاركة أكبر ومشاركة أفضل، وإحنا في خدمتكم، وإن شاء الله نقدر نقوم بواجبكم وتكون بطولة ناجحة لنا ولكم في خدمة جيل المبارزة القادم إن شاء الله. احلى شيء مشاهدينا اني قاعده مع الابو والولد، يعني احس اني بالبيت. والمشكله شو المصيبه؟ عبد العزيز وخالد بالبيت عندي، الابو خالد الله يحفظه والولد اسمه عبد العزيز الله يحفظكم حق بعض. بس ضاري وين؟ انا قاعده مع بيتنا بس ضاري وين؟ ايش قاعد تسوي ورا؟ انا يم الدرع اللي قدموا لنا اياه نادي القادسيه بيوم من الايام. عاد انا قلت القادسيه وقدموا لنا والعربي قدموا لنا ميداليه، قلت احطهم يم بعض. هذه ما صارت يمكن من قبل، ايش رايكم؟ اكيد عندنا واسطه. في تحدي، اكيد عندنا واسطه. في تحدي بين النوادي، يعني مثلا بالمبارزه تحدي كبير. في مثلا مسابقات كبيره، او خلينا نقول نفس الشيء اللي صار بمصر مثلا.
اي يعني هل صار عندنا بالكويت بين النوادي؟ هو عندنا الانديه الكويتيه 11 نادي يشارك في اللعبه. نعم. كلهم فيهم مبارزه وكلهم قاعدين يشاركون مع بعض بمختلف المستويات. بس معلومه بمصر احنا شكر خاص لنادي اليرموك شارك معنا بمصر. نعم وايد حلو. سافر بوفد ب20 شخص تقريبا وشارك معنا في بطوله بمصر. هل كانوا اللاعبين هم اللي متكفلين بكل شيء ولا كان في احد داعمهم؟ لا في دعم. في دعم الحمد لله. شنو اللي تحسونه ناقص بالمبارزه الكويتيه صراحه؟ ناقص ما يخالف، اسمحوا لنا يعني اخذ راحتك. ناقصنا اعلام. نقطه الدعم الاعلامي، لان ترى عاده الدعم مو شرط انه يكون دعم مادي، يعني احيانا الدعم انواع واشكال كثيره، لكن الدعم خلينا نقول لما يحطون سبوت لايت على هاللاعبين اعلاميا يسلطون الضوء عليهم، اعتقد علشان ما يقولون والله ان احنا ظلمنا اعلاميا. يعني مثلا النجوم خلينا نقول على مستوى العالم اي مجال كان بالرياضه، يعني سواء كان مبارزه وغيرها، معروفين. يعني احنا هني بالكويت نعرفهم وهم هناك. صحيح. لكن ممكن احنا عندنا هم التركيز اكثر شيء اسرار مثل ما احنا عارفين على كرة القدم. للاسف صح. ان الرياضه ليست فقط كرة قدم، الرياضة متنوعة، عندنا رياضات مختلفة وعندنا أبطال كويتيين نفتخر فيهم أكيد بالعديد والعديد من المجالات، لكن للأسف إعلاميا ما قاعدين نعرف إلا لاعبين كرة القدم. عطني إعلام وخلي الباقي علي. انزين، هالشيء ابو خالد، ابو عبد العزيز، اسفه ابو عبد العزيز، هالشيء هذا ما يخليك تخاف على مستقبله؟ الاعلام ولا الرياضه؟ كل شيء. بما ان احنا عندنا بالكويت تقصير كبير 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 حق اللاعب اللي عنده طبعا مواهب نفس عبد العزيز، ما نتكلم عن اي موهبه، فهالشيء ما يخليك تخاف على مستقبله؟ شوفي خلينا نتكلم في شيء بسيط جدا. اللاعب اليوم الكويتي شنو الفرق بينه وبين اللاعب المصري؟ اللاعب المصري عنده دعم ممتاز، في دعم من جميع النواحي، في دعم عندهم مو موجود هنا، نتمنى يصير. عندهم شيء اسمه بطولة وزارة التربية أو بطولة التربية سنويا لكل لعبة للمراحل السنية اللي هي تحت الثانوية العامة، يعني للسنة القادمة. خدت الأول، تخيل خدت الأول لك 10% نسبة فوق نسبتك. نعم. تعرفون يعني شنو 10%؟ يعني أنا لو جايب 70 أكون 80، وعشان شيء تلقى طلبة المصريين تلقى متخرج من الثانوية بنسبة ما شاء الله عليهم، عاد ما يبون اقل من 90، اذا يبوا 93 يضايقون. 105% يبون 105%، 95%، لان في 10 درجات. نعم. يعني احنا لو نحصل حق الطالب الكويتي ال10 درجات هذه فرق كبير. وهذا دوركم الاعلام، تساعدونا عليه. هذا الشيء اللي مخلي الطلبه المصريين والطالبات المصريات يعني يتفوقون علينا بالمدارس، او انه لما يصير في فاينل يعني نشوف الاسم الاول. حتى بالكويت نشوف الاسامي الاولى دائما من مصر، في سبب يخليهم هم يدرسون. صدقني هو مو بس انه شطاره، في شيء قاعد يخليهم، في دافع، في احد من وراء قاعد يشجعهم. نفس ما انت قلت يعطونا 10%. تدري شنو يعني 10% حق الطالب؟ مصر يعني هذا يخلي الطالب اذا يكره الدراسه راح يعشق الدراسه، صراحه تصير لعبته الدراسه، هوايته الدراسه. واذا يلعب رياضه، انا بلعب اليوم لعبه، اي لعبه باخذ 10% على معدلي، انتحر، ابيها ال10%، لان تاهلني في اشياء ثانيه مهمه جدا. للاسف مو قاعدين نشوف هني، حتى بحصه التربيه البدنيه قاعدين نشوفهم بس يودونهم هالملاعب ويلعبون، يلا كيفكم سووا اللي تبونه. ما عندهم منهج ينوع لهم الرياضات اللي هم يلعبونها، صح ولا لا؟ والله شوف، انا دائما ضد النقد الكبير، لان شفت مدرسين ممتازين، شفت مسؤولين ممتازين. نعم. لكن الغريب كمستوى عام بالشكل العام في قصور. يعني حتى احنا بالنادي بالانديه يعني هو تقصير كذي منه؟ اذا احنا عندنا مثلا المسؤولين مو مقصرين والمدرسين مو مقصرين. لا انا ما قلت مقصرين، في ناس ممتازه. نعم. لكن المشكله لما نيجي حق مدرسه فيها ملاعب من احلى ما يمكن. نعم. فيها صالات، فيها خصوصا المدارس الجديده اللي الحين صارت موجوده بكل المناطق، في مدارس جديده. السؤال ليش ما قاعد تعمل في الرياضه هذه المدرسه؟ صحيح. وعدة رياضات، يعني مو شرط خلينا نقول المبارزه، في رياضات. تبي تعرف ليش؟ لان البدنيه ما لها درجات. اي. يعني ليش هي على هامش الصوره، ما لها. في المدارس الخاصه والقطاع الخاص لما اللاعب يكون عندهم مميز نوعا ما يرفعون السماء، يحتفلون فيه ويسووا له وياخذون صورته وكذا، المدير يستقبلك عند الباب لان ابنك كذا. زين اوكي، يا ريت في الحكومه بعد كذي. وللاسف بالعكس، انه لما يجي الابو حق الطالب، انه ولي الامر يجي حق الطالب كاجتماع والطالب يكون عادي ماكو شيء وعنده موهبه،
ما تشوف اي تشجيع، يعني تشوف المدرس، في بعض المدرسين يعامل الطالب انه هو عادي، طالب عادي. انت عارف انه الطالب عنده مواهب. انت لما يقعد الطالب بالمدرسه 6-7 ساعات ترى وايد حلو ان المدرس يكون قاعد يشجعه. يعني انا قاعد احاول اتجنب النقد، بس انت قاعد تفتحين مواجع كثير. ادري انا احب المواجع. اليوم المسؤول تودي له ورقه، هذه ورقه تفرغ رياضي للاعب ساقط، يسقطونه. يزعل. ليش زعلان؟ ليش مسافر؟ زين هذا اللي مسافر ليش مسافر؟ اسال نفسك. يعني كانوا قبل كم يوم في بطوله العالم، راحوا طبوا قطر، من قطر الى موسكو، من موسكو الى الدوله اللي يبونها، 15 ساعه طيران. صحيح. موت. انا يقولوا لي ما اروح بالوقت الحالي. وتلقى مثلا في احد مو الكل ما نعم، بعض المسؤولين زعلان ان هذا مسافر. زين اوكي سافر 15 ساعه، ايش ماخذ؟ صحيح. الهيئه تصرف له مبلغ معين على عيني وراسي، المبلغ هذا شو فيه؟ ولا شيء. انتم لما تودون اهلكم انا موديها يصرف دبلات على الموضوع. اكيد. صحيح. خلينا نتكلم شوي حتى على موضوع مستقبلا. يعني مثلا لما يكون هو موظف، حال خلينا نقول الرياضيين، لان الرياضيين ما يعطونهم التفرغ. ما تخاف عليه باكر لما يتوظف ويبي ياخذ تفرغ علشان البطوله ايا كانت البطوله، انه يتم تسريحه عن العمل مثلا، لان هذا الشيء وارد وشفناه بالعديد من الرياضات. انه اذا كان مثلا احد اللاعبين المحترفين لما طلع الاحتراف منعوه من دوامه هني، وصارت قصه طويله عريضه. ولاعب مشهور المشكله، يا ريت لاعب عادي بعد. لا ولاعب منتخب ويمثل دوله الكويت للاسف. خلينا نكمل كره قدم وكل لاعب احلى تحيه حق بدر المطوع، وما يستاهل اللي صار له، لكن الحمد لله رد لنا وقام يلعب وقام يبدع بلعبه كره القدم. والله يكثر من امثاله وشطارته صراحه. هذا شيء ما حبطه لما وقفوا عن العمل. خلينا نجزء الموضوع جزئين اللي تفضلت فيه. الجزء الاول لغايه ما يخلصون دراسه، مو يخلصون دراسه المجموعه اللي عندنا باذن الله. احنا اليوم مجلس اداره النادي العربي دعمنا بما فيه الكفايه الحمد لله. وشكر خاص لمجلس اداره النادي العربي، ما استثني احد، الكل له دعم خاص ودعم حلو بالنسبه للمبارزه. لغايه ما يتوظفون النادي العربي بظهرهم. حلو. ومسنودين باذن الله بعد رب العالمين، في جماعه مسنودين ساندتهم وتعطيهم اللي يبونه. الحمد لله، وهذا شيء جميل جدا. بعد لما يتوظف لا حول ولا قوه، ما بدنا شيء، راح الدوله. خلينا نقول مثلا ان ولدك انسان محترف جدا بهذه الرياضه، قادر على انه هو يشيل اسم الكويت، يرفع اسم الكويت ان شاء الله عاليا. ليش ما يعطونا مثلا تكون وظيفه لاعب مثلا؟ هذا ما قاعد نشوفه في بعض الدول. هذا الفكر موجود اليوم في الكويت. هو الانتقال من مرحله الاحتراف الجزئي الى الاحتراف الكلي. اذا انتقلنا الى مرحله الاحتراف الكلي اكيد راح يخصصون كذا كذا والى اخره. اليوم احنا بس عندنا مشكله اخرى، كان الاحتراف عندنا في الالعاب، ما انا قلت لكم تفتحون انتم مواضيع. كان الاحتراف عندنا عدد اللاعبين في الانديه اكبر من النظام اللي عملوه راح يطبق من 1-4. يعني على سبيل المثال في العاب كانت 24 لاعب 26 لاعب، رحلت الى 16 لاعب. زين شلون؟ وين الباجي؟ شلون؟ انا اليوم خلينا نتكلم في البارزه، عندي في سلاح فلوري بصبر، عندي في العمومي مينيمم، في العمومي عندي لان كل اعتقد لان المبارزه 3 اسلحه. نعم. زين عندي هني 8 وهني 8 وهني 8، كم صاروا؟ 24 نزلتهم الى 16. صار انا بس حق سلاحين. زين السلاح الثالث من انا شو اسوي بالحاله؟ راح احرج مع الناس. صحيح. 2 الكاراتيه نفس العمليه، نزلتها الى 16، في كاتو كوميتي، والعاب كثيره نزلتها. العاب القوه نزلتها من 60 الى 30. انا معك ارفع لك القبعه، ما عندي مشكله بالعاب القوه، بس يا ريت ترفعهم شويه. لكن انتم شيء تختارون الافضل يعني خلينا نقول. بس المشكله مو هني، المشكله ليش انا اخذ وانت ما تاخذ؟ اي صحيح، خصوصا انه انت لاعب وانا لاعب. نفس الشيء. صحيح. الاحتراف ما وجد فقط للاعب المميز، اللاعب المميز حط له شيء خاص فيه. صح. بس وجد للاعب الكويتي عشان يمارس الرياضه. الا اذا كان في غير هالقاعده موضوع ثاني. مثل الانديه، اليوم الانديه هل عملت عشان نجيب نتائج؟ ما عملت عشان نجيب نتائج، عملت عشان احنا ناخذ الشباب الكويتي ونحتفظ فيه في اماكن نهيئهم ونعمل منهم. اكيد. لكن ما قلنا النادي لازم تاخذ اول عشان تكون في النادي. فبالتالي السياسه العامه هذا يعتبر ظلم صراحه حق اللاعبين. انا برايي ان نزول الاعداد في الاحتراف الجزئي صعب، واحنا راح نتجه للاحتراف الكلي بعد فتره، وان شاء الله يكون بدراسه مختلفه. باذن الله بالتوفيق لكم وللجميع ان شاء الله. ربي يوفق ولدك ان شاء الله وتشوفه باعلى المراتب، لانه هو بكل تاكيد فخر للكويت. لاعب نادي العربي للمبارزه وبطل بطوله العربي الدوليه للمبارزه عبد العزيز خالد عبد النبي، والمدير الاداري وفني للعبه المبارزه ووالد اللاعب عبد العزيز خالد عبد النبي.
كل الشكر لكم على وجودكم اليوم معنا، ووجودكم اليوم إضافة جميلة لبرنامج يسعد صباحكم، وشكرا مرة ثانية على الميدالية اللي قدمتوها لنا. الله يعطيكم العافية. عبد العزيز يقول بس بعد شنو خلاص مستانس. الأبو قاعد يتكلم، أنت ما تبي تتكلم عنك، ما خذينا منك اليوم. نبي كلمة منك حق قناة سكوب وحق الشباب اللي ما عندهم مواهب وما يبون يمارسون شيء، فكل حياتهم تصير غلط بغلط. نبي كلمة منك كونك أنت لاعب وعندك موهبة. اتوقع ان كل كويتي عنده موهبه، ولازم يدور على الموهبه مالته، يمكن بالرياضه او بالشغل. شوف عمي طلع الحكي. طلع الحكي، انا اطلع الحكي هني مواجع هني الكلام. شكرا لك عبد العزيز، نورتنا والله يوفقك يا رب، والله يوفقك والله يخلي لك، وان شاء الله تشوفه احسن لاعب ومعرس يا رب. الله يسلمك، مشكورين. اعزائي المشاهدين خلونا نطلع هذا الفاصل ونرجع نتواصل من خلال فقرة الدردشة لهذا اليوم.